كل سنه واحنا طيبين. طبعا هسيبتكم ايه، خميس جمعه سبت حد اتنين، سدس رمضان طار مننا من غير المعلومات اللي انا هقولها والملاحظات اللي انا هقولها. فبعد اذنكم نحاول نجتهد ان احنا نلتزم شويه المعلومات هنقولها كل يوم. النهارده هنتكلم على يعني الافتتاح، يعني اسوأ حاجه ربنا خلقها في الدنيا. يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى حرم علينا بعض الحاجات، والاصل في الدين الاباحيه، يعني الاصل ان احنا كله مباح، ولكن اللي ربنا حرم علينا نعمله بس. ما مش كل حاجه في حياتنا لازم نقول ليه حرام ولا حلال. هو ده اللي ربنا مالش عليها حرام يبقى هي حلال ان شاء الله. فانا برضه هقول كده، احنا عندنا موانع، ممنوعات لازم نبعد عنها. الدقيق الابيض، الملح كتير، جميع الدهون المضافه ان كانت زبده او سمنه او زيت نباتي مهدرج غير مهدرج، هي دي الممنوعات بتاعتنا. هنتكلم على اول حاجه من الممنوعات بتاعتهم اللي هو الدقيق الابيض، واول هتكلم بشكل اشمل على الكارب. احنا عايزين اول يوم يبقى عندنا دعوه كده نقلل الكارب في حياتنا. هقول برشامه بسيطه جدا ومش هشرح كتير. الفيديوهات اللي قلتها قبل كده كان فيها شرح وافي جدا لمشاكل الدقيق الاسمر، مشاكل الدقيق الابيض بيعمل ايه والسكر بيعمل ايه وكل حاجه بتعمل ايه. هقول حاجه محدده، لو انا عايزه احافظ ان انا ابقى مقلل الكارب، يكفيني كل يوم كبشه مكسرات ما تتجاوزش ال 35 او ال 40 جرام، كفايه شويه الكارب اللي فيهم مش اقل من 30 جرام كارب. يكفيني 4 معالق رز او 4 معالق مكرونه، الاثنين ني ما لهمش اي دهون مضافه، يعني الرز يبقى مسلوق والمكرونه معموله بطماطم وصلصه. يكفيني توستتين سن وريتش بيك، مش اي نوع تاني لان كل الانواع التانيه مخلوطه دي ابيض على دي اسمر. بلس ان انا عندي كل الخضار اللي باكله فيه كارب، كل اللحمه اللي باكلها فيها كارب، الفراخ فيها بيضاويه يا جماعه، ال 100 جرام فراخ فيهم جرام كارب، ال 100 جرام لحمه فيهم جرام كارب، مفيش حاجه باكلها ما فيهاش كارب، الخضار كارب. فاحنا عايزين نقلل الكارب، فاحنا هنعمل ايه زي ما قلنا، عايزين يوميا ما ازودش اكتر من 30 او 35 40 ماكسيمم جرام مكسرات مشكله ما فيهمش زبيب، الزبيب تو ماتش شوجر، نيه، تبقى المكسرات دي نيه. يكفيني منهم 25 30 جرام كارب. يكفيني توستتين كارب، توستتين عيش سن ريتش بيك. يكفيني 4 معالق مكرونه او 4 معالق رز زي ما قلنا ني في ني. ويكفيني 3 حبات فاكهه. حبات الفاكهه دي يعني الموزه حبه، التفاحه حبه، البرتقانه حبه، الفراوله الاثنين 3 بحبه، لو كيوي 2 بحبه، لو جوافه 2 بحبه، لو افوكادو 2 بحبه، البرقوق لو صغير 2 بحبه، لو الكبير يبقى 1 بحبه. ناكل 3 حبات فاكهه. طيب انا عايزه اكل حلويات، الحلويات بتاعتنا انا قلت عليها قبل كده وموجوده كتيره جدا طرق وصفات اللي عندنا. عايزين نستبدل ال3 حبات فاكهه بحلويات. عندنا البسبوسه الهيلسي، وعندنا البودنج الهيلسي، وعندنا البراونز الهيلسي. كل دول باذن الله على مدار رمضان هطلع يعني هحط تاني وصفاتهم بتتكتب ازاي وبتتعمل ازاي، وهنصور فيديوهات كمان الحاجات دي بتتعمل ازاي. انا مش عايزه اطول عشان ما يبقاش الفيديو دمه تقيل ويقعد بقى يحمل ويقعد يقطع وما يحملش معاكم كويس. عايزه اقول تاني كل سنه وكلنا طيبين. وعايزه اقول تاني ان احنا يا جماعه في حكمه انجليزي بسيطه بتقول قول لي انت بتاكل ايه وانا اقول لك انت حالك عامل ازاي. اهم حاجه في الدنيا احنا ناخد بالنا من اكلنا. بلاش يا جماعه نتعامل مع انفسنا ان احنا صفيحه زباله عمالين نحدث فيها اي حاجه وخلاص. ناخد بالنا تماما من الاكل اللي احنا بناكله. بعد اذنكم نلتزم باللي احنا بنقوله، واتمنى تبقى رمضان فرصه كويسه جدا لنا ان احنا نجين مور هيلث، وان احنا نجين مور هيلث عن طريق ان احنا نقلل الامراض اللي عندنا، وعن طريق ان احنا نخفف اوزاننا. هقول حاجه كمان اخيره، ان انا مش عايزه اقول ان الاكل الهيلثي ده طعمه وحش. احنا عندنا بدائل كتيره جدا جدا للاكل الهيلثي طعمها كويس. اي حد بيكلمني على الخاص، اي حد هيكلمني على الماسنجر عايز يطبخ اي حاجه باي طريقه، انا بقول له عليها ان هيلثي واي. كل سنه واحنا طيبين تاني، وان شاء الله باذن الله ميعادنا بكره باذن الله مع فيديو تاني. وان شاء الله باذن الله لسه المسموحات بتاعتنا كبيره جدا جدا جدا، ما فيهاش غير ال3 ممنوعات اللي احنا قلناهم، الدقيق الابيض، السكر، الملح. سلام عليكم.